حقيقة رحيل سانتو إلى ليدز. حقيقة لقطة حمد الله بمباراة العدالة. من أجل مواصلة صدارة تعرف على مواجهة الاتحاد القادمة. سانتو يعلق على فوز الاتحاد الكبير أمام الاتفاق. جروهي يكشف سر تألقه. مفاجأة الاتحاد ونيمار. بات ناديا الهلال والاتحاد مهددين بخسارة اسمين كبيرين خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية. ووفقا لصحيفة تايم البريطانية، قدم نادي ليدز يونايتد الإنجليزي عرضا رسميا إلى البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للاتحاد. وسانتو يرتبط بعقد مع نادي الاتحاد حتى 30 يونيو 2024، حيث تولى المهمة في بداية الموسم الرياضي الحالي، وقاد الفريق الأول إلى التتويج بلقب كأس السوبر السعودي وتصدر دوري روشن مؤقتا. وكشفت الصحيفة عن أن سانتو مرحب بفكرة العودة إلى الملاعب الإنجليزية، إلا أن الصفقة متوقفة على دفع ليدز يونايتد مبلغ 6 ملايين جنيه استرليني، أي ما يعادل 27 مليون ريال سعودي، إلى نادي الاتحاد، وهو قيمة الشرط الجزائي. مفاجأة جديدة شهدتها قضية اللقطة المشينة المزعومة للنجم الدولي المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم من نادي الاتحاد في مباراة العدالة. ووفقا للقانون الرياضي أحمد الأمير، قد تتم إحالة حمد الله إلى الشرطة في حال تحولت الواقعة إلى قضية جنائية لوجود ضرر عام. وكشف الأمير في تصريحات لقناة حال ذوق عبر موقع اليوتيوب عن أنه يجب أولا التأكد من صحة الفيديوهات المنتشرة عن لقطة النجم المغربي المشينة. وأشار القانون الرياضي إلى مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتأكد من صحة الفيديوهات المنتشرة عن اللقطة من عدمها على النحو التالي: إرسال لجنة الانضباط والأخلاق خطابا إلى حكام مباراة الاتحاد والعدالة، إرسال لجنة الانضباط والأخلاق خطابا إلى الجهة الناقلة لمسابقة دوري روشن السعودي. وأوضح الأمير أنه في حال أثبتت اللقطات التي سيتم الحصول عليها من الناقل الرسمي قيام حمد الله بهذا التصرف المشين، وتأكيد الحكام على أنهم لم يشاهدوا الحركة، سيتم توقيع عقوبات على اللاعب تتراوح بين الإيقاف مباراة وغرامة 10,000 ريال إلى الحرمان من ممارسة أي نشاط رياضي لفترة من 6 أشهر إلى سنة. وأضاف: مدة العقوبة التي سيتم توقيعها ستكون على حسب التكييف القانوني للمخالفة التي ارتكبها عبد الرزاق حمد الله، ومن بعدها يمكن تدخل الشرطة لوجود ضرر عام. وأكد أحمد الأمير على أن حكام المباراة إذا أكدوا رؤيتهم للقطة وأنها عادية كما لم تظهر أو لم تظهر المشاهد التلفزيونية التي سيتم الحصول عليها من الناقل الرسمي أي تصرف مشين من اللاعب المغربي، سيتم إغلاق القضية نهائيا. جدير بالذكر أن فيديوهات انتشرت في الساعات القليلة الماضية تظهر حمد الله وهو يقوم بتوجيه حركات مشينة إلى أحد لاعبي العدالة في مباراة الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل أن تظهر لقطات أخرى مختلفة تبين أن اللاعب لم يقم بهذه التصرفات أبدا. يتصدر الفريق الأول لكرة القدم نادي الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الشباب المتصدر. وفاز الاتحاد على مضيفه الاتفاق بنتيجة ثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي. يستضيف الفريق الأول لكرة القدم من نادي الاتحاد نظيره الرائد الخميس المقبل على استاد الجوهرة المشعة ضمن مباريات الجولة 18 من دوري روشن السعودي. ويبحث العميد عن مواصلة انتصاراته في دوري روشن من أجل الاستمرار على صدارة ترتيب المسابقة وحصد اللقب والاقتراب من المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه. أعرب البرازيلي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من نادي الاتحاد عن سعادته بفوز فريقه أمام نظيره الاتفاق ضمن مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي. وحقق الاتحاد فوزا كبيرا على مضيفه الاتفاق بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي. وفي تصريحات تلفزيونية قال سانتو: مباراة اليوم صعبة، لعبنا أمام فريق قوي وبدأنا المباراة بشكل جيد، أوقات كثيرة كنا نستحوذ في المباراة في نفس الوقت،
عطلنا خطورة الاتفاق وسجلنا الهدف الأول. وأضاف: خلقنا أكثر من فرصة وحققنا نتيجة بين الشوطين، وأجرينا بعض التعديلات لأننا أدركنا أن المباراة لم تنتهي بعد مع بداية الشوط الثاني. وأكمل: الاتفاق أفضل نسبيا، وسجلنا الهدف الثاني من روما، ومن وقتها استطعنا السيطرة على المباراة. لاعبو الاتحاد اليوم عملوا بجد وأدوا ما عليهم من أدوار، وسنكمل طريقنا بإذن الله. ورفع الاتحاد رصيده إلى 40 نقطة من 17 مباراة ليتزعم صدارة ترتيب دوري روشان السعودي بفارق الأهداف عن الشباب الوصيف، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز العاشر. منذ أسابيع عديدة ونادي الهلال يحاول التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور بالانتقال إلى الاتحاد. وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن الثنائي البرازيلي نيمار جونيور وماركينيوس انتقد فترتين الانتقالات التي قام بها كامبوس في باريس سان جيرمان. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ثنائي ميسي وكيمبيبي وأغلب اللاعبين المتواجدين في آخر السنوات يحملون نفس الرأي. ويعتبر نادي إنتر ميامي الأمريكي هو الأوفر حظا للتعاقد مع ليونيل ميسي في الصيف القادم، لكن يظل ثنائي برشلونة الإسباني والهلال على مقربة من ضم اللاعب في حال تأكد رحيله. أما بخصوص نيمار والذي عرضه نادي باريس سان جيرمان للبيع بنهاية الموسم الرياضي الحالي، فقد اختار وجهته القادمة. ونقلت صحيفة التايم البريطانية عن لوبارزيان الفرنسية أن الساحر البرازيلي سينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي القادم، يعني رفضه نادي الاتحاد بشكل رسمي. أعرب البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن سعادته الكبيرة بالفوز الكبير على الاتفاق ونجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه في المباراة. وحقق فريق الكرة بنادي الاتحاد فوزا كبيرا على مضيفه الاتفاق ب3 أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشان السعودي. وقال مارسيلو جروهي خلال تصريحات لفضائية SSC: كانت مباراة ممتعة ونتيجة جيدة رغم صعوبة المباراة وسط الأجواء الهوائية، ولكننا حققنا الأهم وهو 3 نقاط. وعن تألق جروهي والتصدي لعدة فرص محققة، قال حارس الاتحاد: نحن أنا والجدعان والمرمش نجتهد بقوة مع مدرب الحراس ونعمل على كافة التفاصيل، وسعيد بالمستوى الذي وصلنا إليه وبالأداء وروح الفريق. تحدث جروهي عن جماهير الاتحاد. قال الحارس البرازيلي: نادي بحجم الاتحاد من الطبيعي أن تكون توقعات جماهيره عالية، ولكننا نتعامل مع كل مباراة بعينها ولا ننسى دعم الجماهير ونعيدهم بالأفضل. من جانبه أشاد البرازيلي برونو هنريكي محور الاتحاد بزميله مارسيلو جروهي قائلا: إلى جانب أنه صديق عزيز ومحبب إلى قلبي، هو حارس كبير جدا وأنقذنا في العديد من الفرص المحققة. وعن مباراة الاتفاق قال هنريكي: سعيد جدا بما قدمناه اليوم، خاصة أننا فزنا في الدمام، والاتفاق سيكون خصما صعبا وعنيدا عندما يلعب في الدمام والأجواء صعبة المباراة. سعيد بأننا حققنا نتائج إيجابية في آخر 6 مباريات. وتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 40 نقطة من 17 مباراة بفارق الأهداف عن الشباب الوصيف، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز العاشر.